تعالوا يا جماعة نكمل كلامنا عن النصابين بتوع صناع المحتوى الرقمي اللي بياكلوا فلوس الناس اللي شغالة معاهم، سواء مصورين سواء مونتير، اللي بياكلوا فلوس الناس اللي شغالة معاهم، سواء الناس اللي ماسكة شغلهم في الإدارة والتسويق والتطوير وخلافه، الناس اللي هي بتجيب لهم الإعلانات وبتفتح لهم بيوتهم، والناس اللي بتعمل لهم مونتاج وتصميم وخلافه، بياكلوا فلوسهم وبترضوهم وبياكلوا فلوسهم يا جماعة. يعني واحد مثلا يشتغل بقاله شهر ويجي في آخر الشهر اليوتيوبر ده يجي يقول له مالكش حاجة عندي. الموضوع ده هيأذي ناس كتير جدا جدا جدا، ولسه بيأذي ناس كتير جدا جدا جدا. طبعا هيروح يشتكي لمين؟ لو كتب بوست على النت محدش هيصدقه، لأن الناس بتصدق المشاهير، بيعبدوا المشاهير، بيقدسوا المشاهير، بيطبلوا للمشاهير، بيهللوا للمشاهير، بيعرضوا للمشاهير، لأن ده في الأول وفي الآخر مشهور. عشان الجهل والتخلف والغباء والغشامة اللي عند الناس، وخصوصا الناس الضعيفة، الناس الفقيرة، الناس المساكين اللي بيصدقوا أي كلام أي حد بيقوله لهم، وخصوصا لما يدخل الدين في الموضوع، إن إحنا ما نقولش على الحاجات الغلط اللي هو عملها. الكلام ده مش حقيقة والكلام ده مش صح، فما تضحكوش على الناس عشان الناس عارفة الدنيا ماشية ازاي وراحة فين وجاية منين والجو ده كله، وفي الآخر تتحول إلى شخصية عامة ومشهور ومؤثر وجامد وليك متابعين وليك جمهور. ما نقولش على الأخطاء اللي هو عملها. احنا هنا مش بنتكلم عنه، احنا هنا بنتكلم على الحاجات الغلط اللي هو عملها، مش في حياته الشخصية، لا في حياته العملية. بس للأسف الشديد انك بتاكل السحت، لانك عمال تحلف وعمال تتاجر وتكذب ليل نهار وتقسم بالله على حاجات مش حقيقية. انت ليه بتكذب؟ طبعا يا جماعة ده كله كذب، مستحيل يا جماعة، تمام؟ يعني كل الكلام ده هقص ملوش اي اساس من الصحة. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده ده كلام مصاطب، كلام مصاطب، اشتغالات حمضانة، افتكاسات فكسانة، كلام ملوش اي اساس من الصحة ولا من العلم ولا من المنطق ولا من الفكر ولا من الدين. الكلام ده مش حقيقة، فده بيدخل في إطار الكذب والتدليس. نرجع من تاني لكلامنا، والكلام ده أنا مش بقوله من دماغي يا جماعة. أنا ماسك قنوات كبيرة وبشتغل مع قنوات كبيرة وبشتغل مع يوتيوبرز كبار، وأنا عارف الدنيا ماشية إزاي وراحة فين وجاية منين، وعندي وكالة وشركة وشبكة ومنصة وبشتغل مع ناس تقال، فأنا كده كده كسبان. وأنا حصل معايا الكلام ده كذا مرة، لكن عرفت إن أنا أخد حقي بس بالطريقة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التسليم. وبس كده خلصنا الحلقة.